السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة طبق واحد. أنا أماني، ولو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، هيوصل لكم إشعارات بكل وصفة بعملها. وصفتنا النهاردة كيكة سهلة وسريعة جدا، كيكة الفانتا، من أجمل الكيكات السهلة اللي ممكن تعمليها في 5 دقايق بس وما بتاخدش وقت خالص. كيكة الخلاط السريعة دي هتحبيها وهتعمليها كل يوم، وأجمل حاجة فيها إنها بتدفي في الجو اللي احنا فيه ده، جو البرد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أول حاجة هنبتدي بيها هنحضر الخلاط بتاعنا، وهننزل ب3 بيضات ومعلقة صغيرة فانيليا وكوباية ونص سكر، وهنضرب الخليط بتاعنا لحد ما يبقى قوامه كريمي خالص، وبعد كده هنوقف الخلاط. خلاص كده القوام بتاعنا بقى كريمي خالص. هنزل ب3/4 كوب زيت يعادل 150 ملي، لو حابة تحطي معاه معلقة سمنة أو زبدة، ومعايا كوباية فانتا، وهنزل بيهم بس في الخلاط ضربة سريعة. مجهزة كوبايتين دقيق عليهم معلقة بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، ومقلباهم كويس. وهنزل بالخليط بتاعي اللي عملته في بولة، وهنزل بالدقيق واحدة واحدة واقلب علشان الدقيق بتاعي يدوب في الخليط وما يبقاش فيه حاجة مكتلة معايا. مش هنزل بيه كله، واحدة واحدة واقلب بالمضرب لحد ما المكونات تدوب معايا، واول ما تدوب ارجع انزل بكمية شوية تاني، وهكذا لحد ما الكمية بتاعتنا تخلص. لو حابة تدي طعم للكيكة بتاعتك مع الزيت ممكن تضيفي معلقة زبدة او معلقة سمنة مع الزيت. المهم تكون الكوباية 3/4 بس زبدة على زيت، وممكن تخليها نصها زبدة ونصها زيت، او نصها زبدة ونصها سمنة ونصها زيت. المهم تكون الكوباية 3/4. خلاص كده خلصنا الكيكة بتاعتنا. محضرة صينية حاطة فيها مادة دهنية ورشها بشوية دقيق، وهحط الخليط بتاعي وادخله الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معانا ساعة او ساعة الا ربع لحد ما نختبرها، بس هي مش بتاخد اكتر من ساعة. والفرن يكون سخن من قبلها بربع ساعة علشان ندخل الكيكية بتاعتنا وما تهبطش مننا. خلاص الكيكية بتاعتنا بقت جاهزة، اخدت معايا ساعة بالظبط لحد ما ادتني اللون الذهبي الجميل ده. مش عايزة اوصف لكم الكيكية، ريحتها تحفة وطعمها يجنن. شوفوا شكلها عامل ازاي، لونها ذهبي وجميل. كيكة الفانتا انا بحبها قوي وبحب اعملها دايما، لانها من اسهل الكيكات السريعة. هتحبيها وممكن كل ما تخلص تعمليها. بتبقى وجبة خفيفة في نص اليوم او في الفطار. بتبقى سريعة مع كوباية شاي او كوباية قهوة. ريحتها تحفة قوي، واحسن حاجة فيها ان مقاديرها مش مكلفة خالص وسريعة جدا، ومكوناتها مش كتير واقتصادية. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. جربوها وهتعجبكم قوي، بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان توصلوا الفيديو للكل يستفاد منه. وما تنسوش برضو في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.